السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي تالتة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في أي حاجة صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. النهاردة بقى بكل بساطة هنتكلم عن الدرس الثالث في الوحدة الأولى بعنوان بارلي يعني يتكلم أو التحدث عن بروفيسيون يعني المهن. هنتكلم عن المهن بروفيسيون. يلا بينا بقى بكل بساطة. النهاردة هناخد الكلمات كلها وهناخد حاجة اسمها المهن، وهنعرف مثلا الدكتور بيعمل ايه، المهندس بيعمل ايه، الطبيب بيعمل، او ما الطبيب هو الدكتور. مثلا طبيب الأسنان بيعمل ايه، الخباز بيعمل ايه. تمام. يلا بينا اقرأ الكلمات معايا. ان ترافاي ترافاي. الجمع بتاعها ترافو. الاو يو اكس ما بتتنطقش، الا والاو والاكس ما بتتنطقش غير او. امبلوا يعني وظيفة، امبلوا. ان سويي يعني وظيفة. ان مجازة قصدي سويي يعني أمنية. ان مجازان يعني محل. ان غول يعني دور رول. ان ريف يعني حلم. ان بروجرام. ان ميتي يعني مهنة، والكلمة دي مؤنث. أما في كلمة مهنة تانية مؤنث. une profession une profession une profession. Une nature. Une activité يعني نشاط. enquête يعني استبيان أو استطلاع رأي أو بحث. enquête. Une vie. Une vie يعني حياة. Une liste. Une liste. L'équitation اللي هو بعد الكيو ما بتتنطقش. l'équitation اللي هي ركوب الخيل أو الفروسية. سويتي يعني فعل يتمنى. سويتي. الجي بقى لما يجي بعدها ان في الفعل اللي هو يعلم او يدرس، يعني ما بتتنطقش. انسيجني لا، انسينيي. يجري يعني كورير. ترافايي. ال من حرف الاي وحرف الاي ما بتتنطقش. ترافايي ترافايي. يعمل او يمارس يعمل او يمارس فير. جيد يعني بون يعني جيد. لما عايز تأنسها حط لها ان اي تبقى بون. دور يعني صعب. صعب او شاق، حط لها حرف الاو بقت حاجة شاقة او صعبة. ايديال يعني مثالي، حط لها حرف الاو بقت مثالية. ديليسيو 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 يعني لذيذ، حط لها شيل الاكس وحط اس او هتبقى لذيذة. ديليسيوز لو بتكلم عن حاجة مفرد مؤنث. سور يعني ايه متأكد، حط لها حرف الاو متأكدة. مانويل يعني يدوي، حط لها ال اي بقت يدوية لما تبقى مؤنث. بارتو في كل مكان. تمام. يلا بينا هنتكلم بقى عن الجزء بتاع النهارده بالظبط زي الدرس التاني. لو انت فاكر خدنا الاماكن وعرفنا كل مكان بنستخدم فيه بنعمل فيه ايه وايه النشاط اللي بنمارسه فيه. النهارده بقى بكل بساطه هناخد المهن. وبرضه الصفحه دي مش عايزك تحفظها، ما تحفظهاش قلم ورقه. المطلوب منك في الصفحه ديت انك هتاخد المهنه وتعرف ايه المهنه، النشاط بتاعها ايه. يعني المدرس بيعمل ايه، الطيار بيعمل ايه، الخباز بيعمل ايه. هتقرأ الصفحة مرة واتنين هتلاقي الموضوع ثبت. تيجي لك في سؤال المواقف، مثلا صديقك بيسألك عن دور المدرس، صديقك بيسألك عن وظيفة أو عمل اللي هو مثلا المصور، بيسألك عن عمل طبيب الأسنان وهكذا. لو بروفيسور اللي هو المدرس. ترجم معايا بقى، أنت قاعد ماسك القلم والورقة وبتترجم معايا. اكسبليك لي لوسون يشرح الدروس. لو بومبيي اللي هو رجل الإطفاء أو رجل المطافي. التان يعني يطفئ ليزانسوندي. انسوندي يعني الحرائق، يطفئ الحرائق. اكتور اللي هو الممثل. جو بمعنى يلعب، بس هنا بمعنى يمثل. دون دي فيلم يمثل في الأفلام. دون دي فيلم. لو فوتوغراف المصور. يأخذ دي فوتو بياخد صور. دي فوتو. تمام. بعد كده لو دونتيست. لا احنا ما خدناش الميدسان. لو ميدسان الطبيب. اكزامين يعني يفحص. سواني ما اقولش سواجاني، الجي لما بيجي على ان ما بتتنطقش. سواني يعالج لي مالاد، يعالج المرضى مالاد. لو دونتيست بقى اللي هو طبيب الأسنان. سواني لي دون يعني الأسنان، يعالج الأسنان دون. طيب فيترنير الطبيب البيطري. سواني ليزانيمو يعالج الحيوانات. لو فارماسيان الصيدلي بيعمل ايه. بريبار يعد أو يجهز.
et vend يعني يبيع les médicaments يبيع الميديكامون الأدوية. تمام. لو جورناليست الصحفي. جورناليست بيعمل ايه؟ اكري يعني بيكتب des articles يعني مقالات dans un journal بيكتبها في الجريدة الجورنال. انفيرمير ممرضة. الممرضة بتعمل ايه؟ اد يعني بتساعد لي مالاد المرضى اي لي ميدسان والأطباء. لو فوندور البياع. فون يبيع. ديز ارتيكل هنا بقى مش معنى مقالات، بمعنى سلع. بيبيع السلع. ارتيكل دون ان ماجازان في المجازان اللي هو المحل. تمام. لو كوافير اللي هو مصفف الشعر او الحلاق. كوب لي شوفو. كوب يعني يقص. لي شوفو يعني الشعر، يقص الشعر. طبعا انت مش بتعمل حاجه غير انك بتترجم بس، وبعد كده هتقراهم مره كمان هيبداوا يثبتوا معاك. لو فلوريست. لو فلوريست اللي هو بائع الورد. بائع الورد هيعمل ايه؟ فون دو فلور هيبيع الفلور الورد. لو كويزيني الطباخ هيعمل ايه؟ في يعمل دي بلا يعني الأطباق ديليسيو اللذيذة، هيعمل الوجبات أو الأطباق اللذيذة. الارتيزون. ارتيزون يعني الحرفي أو العامل اليدوي. الارتيزون في دي ترافو بيعمل ترافو أعمال مانويل أعمال يدوية. زي البراسيلي. براسيلي يعني الحظاظات أو الأساور. براسيلي. تمام. لو كوميديان اللي هو الكوميدي الممثل الكوميدي. حلو. في دو تياتر بيمثل أو بيعمل مسرح. بيمثل مسرح. تمام. لو بولونجي يعني الخباز. لو بولونجي بيعمل إيه؟ في دو بان بيعمل البان اللي هو الخبز اي دي كرواسون اللي هو الكرواسون. طيب لو بيلوت الطيار بيعمل إيه الطيار؟ لو بيلوت كوندوي لافيون يقود أو يسوق الطيارة. طب لو ديسيناتور الرسام. في بيعمل أو بيمارس ديسان بيمارس رسومات أو بيعمل رسومات. طيب لا بانتو لو بانتر الرسام برضو. بان أو بانت يرسم دي تابلو بيرسم التابلو يعني التابلوهات أو اللوحات الفنية. تمام. الصفحة دي ما فيهاش أي حاجة غير إنك تاخد ثقافة منها وتعرف الفرق بين دي ودي، الفرق بين الدكتور واللي يقص الشعر، الفرق بين اللي بيخبز، الفرق بين اللي بيبيع، الفرق بين اللي بيسوق الطيارة، كل المهن يعني. عندنا بقى في الدرس ده جزئين جرامير، واحنا على فكرة هنخلص الدرس كله النهاردة، وهنسيب جزء بسيط جدا اللي هو الإيميل والموضوع. هناخد الإيميل والموضوع وهناخد امتحان الدرس التالت وامتحان الوحدة كاملة فين؟ في الحصة الجاية اللي هي الحصة رقم 8. تمام. جزئين الجرامير بقى اللي عندنا النهاردة أسهل من بعض. أول جزء جرامير بيقول لك فعل فاعل يعني يعمل أو يمارس. فعل فاعل يعني يعمل أو يمارس. الفعل ده مجموعة تالتة، تعال نصرفه مع بعض. جو في جو في أنا أعمل أو أمارس. tu fais أنت تعمل أو تمارس. il و elle و on fait هو يعمل أو يمارس. elle fait هي تعمل أو تمارس. on fait نحن نعمل أو نمارس. nous faisons نحن نعمل أو نمارس. vous faites أنتم تعملوا أو تمارسوا. il يعني هم font هم يمارسوا. elles هن يمارسن font. تمام. يبقى في في بعد كده في زون فيت فون. في زون فيت فون. في زون فيت فون. وده كان فعل يعمل أو يمارس. طيب ليه اتنين استخدام وليه اتنين ملحوظة. يبقى أول استخدام ليه للسؤال عن المهنة. عايز أقول لك ماذا أنت تعمل، ماذا أنتم تعملوا، أنتوا شغالين إيه أو أنت شغال إيه. كيسكو يعني ماذا، كيسكو tu fais ماذا أنت تعمل. طيب عايز أقول لكم ماذا أنتم تعملوا. كيسكو vous faites ماذا أنتم تعملوا. سهلة دي. طب بص بقى، علشان أتكلم عن الأنشطة اللي أنا بمارسها. ركز لما عاوز أتكلم عن الأنشطة اللي أنا بمارسها ويجي بعديه أدوات التجزئة، يبقى استخدم فعل فير لما أتكلم عن الأنشطة اللي أنا بمارسها ويجي بعديه أدوات التجزئة. يعني بكل بساطة عايز تقول أنا بمارس التنس، بمارس كرة القدم، بمارس الفروسية، بمارس الرسم، بمارس الموسيقى. استخدم فعل فير بعد كده أدوات التجزئة، بعد كده النشاط بتاعك. مين أدوات التجزئة؟ دو لو الحاجة مذكر اللي أنت بتمارسها. دولا مؤنث النشاط مؤنث. دو ال أبوستروف كان مذكر أو مؤنث بادئ بحرف متحرك. دي آخر اس كانت جمع.
جمع مذكر أو جمع مؤنث. تعالى ناخد مثال. جو في، أنا أمارس دو ديسان، أنا أمارس الرسم. عشان الرسم مذكر خدت الديو. جو في دو لا ميوزيك، أنا أمارس الموسيقى، الموسيقى مؤنثة خدت دو لا. جو في دو ليكيتاسيون، الفروسية كلمة مؤنثة بس مبدوءة بحرف الإي، حرف متحرك عشان كده خدت دو ال أبوستروف. تمام. جو في دي فوتو، أنا بمارس أو بعمل أو بلتقط يعني صور، كلمة الصور جمع عشان كده خدنا دي آخرها اس. بس يبقى بكل بساطة أول استخدام ليه كنا بنستخدمه عشان نسأل عن المهنة، تاني استخدام ليه عشان نعبر عن النشاط، ويجي بعديها أدوات التجزئة. تمام. ركز بقى في اللي جاي. أدوات التجزئة تتحول عند النفي لدو لو جه بعدها حرف ساكن، دي أبوستروف لو جاي بعدها متحرك. يعني بكل بساطة لو أنت قلت أنا أمارس جملة فعل فاعل في الإثبات، هتستخدم دو، دولا، دو إلا أبوستروف دي. طب بكل بساطة لو انت لقيت الجملة في النفي يعني فعل فعل في النفي، عندك اختيارين. دو لو جاي بعديها مذكر، لا. جاي بعدها مؤنث، لا. لو جاي بعدها حرف ساكن، دي apostrophe لو جاي بعديها حرف متحرك. مثلا je ne fais pas، بص المثال الأولاني je fais، أنا أمارس عشان خدنا مع الرسم دي يو. طب بص بقى je ne fais pas، أنا لا أمارس نقط الرسم. اه في الحالة دي الجملة منفية، يبقى عندك اختيارين دو أو دي apostrophe. كلمة الرسم بدأ بساكن تبقى دو. طيب je ne fais pas، أنا لا أمارس نقط équitation. طالما je ne fais pas جملة منفية يبقى اختيارين دو أو دي apostrophe. الكلمة اللي بعد النقط équitation الفروسية ركوب الخيل بدأ بمتحرك، تبقى دي apostrophe. تمام. الملحوظة التانية، مع أفعال الحب والكراهية. مع أفعال الحب والكراهية، قبل ما نغني القاعدة، مين هم أفعال الحب والكراهية؟ aimer، aimer يعني يحب. adorer، adorer يعشق. préférer، préférer يفضل. détester، détester يكره، فعل détester يكره. بكل بساطة لو شفت الأفعال دي ما ناخدش أدوات التجزئة، بس بناخد أدوات المعرفة لو، لا، الأبوستروف اللي آخرها اس. يعني إيه بقى بكل بساطة؟ لو بتقول أنا أمارس الرسم، أنا أمارس التنس، أنا أمارس الموسيقى، فأنت في الحالة ديت هتستخدم أدوات التجزئة. لكن لو تقول أنا بحب، أنا بعشق، أنا أفضل، أنا أكره، ما تستخدمش أدوات التجزئة واستخدم أدوات المعرفة. الام ام فعل يحب فلازم أدوات معرفة. الموسيقى مؤنث تبقى الإجابة لا. الام لا ميوزيك هو بيحب الموسيقى. الديتست هو بيكره، فعل ديتستي ما ياخدش أدوات تجزئة، ياخد أدوات معرفة. كلمة اسكالاد اللي بعد النقط تسلق الجبال، تسلق الجبال اسكالاد بدأ بحرف متحرك تاخد ال apostrophe. تمام. ركز في اللي جاي. لو انت فهمت تعالى حل معايا الأمثلة. لو فهمت حلة الأمثلة هناخد تأنيث الأسماء، وكده حصتنا في الباي باي باي باي. في هو بيمارس نقط باتان أجلس. ركز انت بتحل، ركز على الفعل. لو لقيته فعل فير استخدم أدوات التجزئة، لو لقيته أفعال حب وكراهية استخدم أدوات المعرفة، لو فعل فير في النفي اختار دو أو دي أبوستروف. في هو بيمارس الباتان أجلس. الباتان أجلس احنا خدناه في الدرس التاني كلمة مذكر تبقى ديو الأولى. بعد كده ما سور أختي، دو لا دونس، دو لا دونس الرقص. دونس اللي هو الدونس الرقص. حلو، واخدة دولار، فهو عايز يتصرف على مصر. مصر دي بتساوي ال هي، فتصريف ال هي مع فعل فير التانية ال في هي تمارس. مون كوبان في صديقي يمارس جيمناستيك. كلمة جيمناستيك الجمباز، جيمناستيك، وكلمة الجمباز مؤنث تبقى دولار التانية. ميشيل في، الشخص اللي اسمه ميشيل بيمارس كرة القدم. كرة القدم من الرياضات المذكرة تبقى الإجابة ديو التانية. نو نقط فيلو، نحن نقط فيلو. نوفيزون هتبقى نوفيزون نحن نمارس. طيب إيه الفون، هما يمارسوا نقط فوتو. كلمة فوتو جمع تبقى الإجابة دي آخرها اس. طب ركز في اللي جاي. إل هم نو فون با لا يمارسوا. يبقى طب لما الجملة في النفي تبقى دو أو دي أبوستروف. كلمة السباحة بادئة بساكن، ناتاسيون بادئة بساكن تبقى الإجابة دو التانية. جون أدور، فعل أدوري يعشق ياخد اللو، لا إلا أبوستروف ليه. كلمة الفروسية بدأ بحرف متحرك تبقى ال أبوستروف. جون بيعشق لعبة الفروسية أو ركوب الخيل. ركز بقى معايا في الجزء التاني، جزء تأنيث أسماء المهن، وده بكل بساطة سهل جدا. احنا هنقرأه مع بعض ومش هناخد فيه 5 دقايق. ليه بقى؟ لأن الموضوع مفيهوش مذاكرة، انت برضه هتقرأ. يلا بينا. Le féminin des noms des professions، تأنيث أسماء المهن. بقول لك علشان احط الاسم في التأنيث لازم فيه شوية حاجات اعملها. علشان احط الاسم في التأنيث لازم فيه شوية حاجات اعملها علشان الاسم يتأنث، يبقى لازم فيه شوية حاجات اعملها عشان الاسم يتأنث. تمام. والحاجة التانية ان كل مرة لازم اغير الأداة.
طبعا. يعني انت بتقول المذكر بيبدأ بآن، لازم ما يجي هنا تبقى اون. آن اون آن اون آن اون. دي حاجة واقعية ودي حاجة رسمية معاك في كل القواعد. طيب، ايه بقى شوية الحاجات اللي ممكن يتعملوا؟ أول حاجة، أحط الأو آخر الاسم المفرد المذكر، يبقى أنت لو عايز تأنس الاسم هات الاسم المفرد المذكر حط له أو في الآخر هيبقى مؤنث. طب مش فاهم؟ يعني يؤنث الاسم بإضافة حرف الأو، يؤنث الاسم بإضافة حرف الأو، زي آن أمي صديق. الآن هتبقى أون، يعني كده أمي حط لها حرف الأو هتبقى صديقة. طيب آن أفوكا محامي. أون الآن هتبقى أون أفوكات محامية. ان بروفيسور مدرس، الآن هتبقى اون بروفيسور مدرسة. جميل. لو الاسم آخره حرف الأو، لو الاسم آخره حرف الأو يفضل زي ما هو. طب لو الاسم بقى آخره حرف الإي، آخره حرف الأو هتعمل إيه؟ هيفضل زي ما هو مش هيتغير، بس مين اللي هتتغير؟ الأداة. ان إيليف، إيليف يعني تلميذ، هتبقى اون إيليف تلميذة. ان جورناليست، جورناليست يعني صحفي، هتبقى اون جورناليست، اون جورناليست. بيلوت هتبقى ان بيلوت، هتبقى اون بيلوت، ان بيلوت اون بيلوت طيار طيارة. طب ركز، لو الاسم اخره اي ار تبقى على طول اي ار اي، وحط اكسون شمال يعني شرطة شمال على الاي الاولانية. انفيرميer انفيرميer تبقى انفيرميير، انفيرميير ممرض ممرضة. بولونجي بولونجي هتبقى بولونجير، بولونجير خباز هتبقى خبازة. طبعا الآن بتبقى اون مفيش مشاكل. طب لو الاسم بقى كان ياخد حرف ال A بعد كده N، حرف ال E بعد كده N، حرف ال O بعد كده N، أأنسها على طول بإضافة NE، زي un paysan، بيزون فلاح هتبقى une paysanne، بيزون فلاحة. شامبيون هتبقى شامبيون بطلة. فارماسيان، فارماسيان صيدلي هتبقى فارماسيان. يبقى بيزون بيزون، شامبيون شامبيون، فارماسيان فارماسيان. تمام. بص بقى، لو الاسم آخره اي يو ار، اي يو ار احذف الاي يو ار وتبقى على طول اي يو اس اي، اي يو اس اي. زي ان شونتور، شونتور يعني مغني هتبقى شونتوز، شونتوز مغنية. فوندور هتبقى فوندوز، بياع بياعة. انترانور، انترانور مدرب هتبقى انترانوز، انترانوز. تمام مدربة. يبقى لو الاسم آخره اي يو ار هتبقى على طول اي يو اس اي. طب لو الاسم آخره تي اي يو ار هتبقى على طول تريس، تبقى على طول تريس. طيب زي اكتور ممثل هتبقى اكتريس، اكتريس ممثلة. ديريكتور، ديريكتور مدير هتبقى اون ديريكتريس، ديريكتريس ديريكتريس. تمام. كل ده طبعا ما عدا مين؟ كلمة مغني. ليه؟ لأن كان آخرها شونتور ويقول لك آخرها تي اي يو ار، فلو آخرها تي اي يو ار هتبقى تحول تبقى تريس؟ لا، هتبقى برضو شونتوز اللي هي القاعدة ديت. شونتوز مغني، شونتور شونتوز. ما تفكرش عشان آخرها تي اي يو ار تبقى شونتريس، لا شونتوز. تمام. وكده خلصنا القواعد اللي في الصفحة دي، فاضل تكة واحدة أهي. أو أسماء تفضل زي ما هي عند التأنيث، وهنغير الأداة بس تفضل زي ما هي. ان enfant طفل هتبقى une enfant طفلة. enfant enfant طفل طفلة. médecin 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 طبيب هتبقى médecin. الآن هتبقى une طبيب طبيبة. pompier pompier رجل إطفاء هتبقى pompier pompier سيدة الإطفاء الست بتاعت المطافي بس. طيب طريقة الحل إزاي؟ طريقة الحل بكل بساطة هتشوف المعنى، أو هتشوف أنت بتتكلم عن مين. لو بتتكلم عن مذكر هتختار الاسم مذكر، بتتكلم عن مؤنث هنختار الاسم مؤنث. يلا بينا مع كوبين. كوبين دي صديقة، است يعني تكون. صديقة مؤنث يبقى الإجابة بولونجير، بولونجير التانية. منى إيه؟ منى دي مؤنث تبقى الإجابة شونتوز، شونتوز مغنية التانية. لامير يعني أم. دو سامي، أم سامي بتكون، أم سامي مؤنث تبقى الإجابة أكتور، لأ أكتريس مؤنث. أكتور هتبقى أكتريس ممثلة. في يعني هي شغالة أو بتعمل، يعني هي تعمل. اون هي مؤنث صح تبقى افوكات اللي اخرها حرف الاو، محامية. ليه هي تكون اون، هي بتكون خد بالك. شونتور الأولى مذكر، أكتور مذكر. الأخيرة كوافير يعني مصفف شعر، كوافير برضه مذكر. واحنا بنقول هي، فالوحيدة اللي تنفع مين؟ التالتة بومبي، بومبي لأن رجل إطفاء أو سيدة الإطفاء.
يعني بتمشي مذكر وبتمشي مؤنث. وكده احنا خلصنا حصتنا بكل بساطة. كده انت الدنيا مية مية معاك والحصة خفيفة، رغم ان احنا خدنا كلمات وقرأنا كلمات المهن وخدنا جزئين الجرامير في الدرس، بس الدرس خفيف يعني. تمام. تعال نحل مع بعض. تو دوموند، انت بتسأل اتون كوبان زميلك بوركوا لماذا il va هو يذهب à l'hôpital، هو راح المستشفى. كيس كيل دي هو هيقول دايما يروح المستشفى علشان يشوف الدكاترة أو يستشير الدكتور، هتبقى pour consulter consulter يستشير le médecin لكي يستشير الطبيب. pour parler de métier لكي نتكلم عن المهنة de ton frère بتاعت أخوك. qu'est-ce que tu dis أنت هتقول إيه؟ هتقول أخويا شغال كذا. فالإجابة الوحيدة اللي تنفع mon frère s'appelle مثلا يسمى mon frère a 30 ans عنده 30 سنة. الأولى سي غلط. طب mon frère est professeur et professeur هي دي اللي تنفع، أخويا بيكون مدرس. ton frère أخوك تو دوموند بيسألك سو كوكو يعني ماذا لو ميدسان في، الطبيب بيعمل إيه؟ بكل بساطة من غير ما تكمل أنت هتقول il soigne هو يعالج les malades يعالج المرضى. تو دوموند أنت بتسأل ton copain زميلك son déguisement déguisement يعني تنكره، بتسأله عن تنكره. qu'est-ce que tu dis أنت هتقول إيه؟ تعالى بالراحة. هي طبعا الإجابة الأولى لأن tu te déguises لفعل se déguiser تتنكر en quoi، أنت بتتنكر في أي شكل، في ماذا. تمام. ما ينفعش التانية لأن التانية كيلي سون ديجيزمون، ما يكون تنكره هو سون ديجيزمون، سون بتعود على إل وآل، سون ديجيزمون تنكره هو. لكن عايز أقول لك أنت تو أنت متنكر سو ديجيز هتبقى تو ديجيز أون كوا، أنت متنكر في شكل ماذا. تمام. يلا بينا. يقول لك إيه طون بيتي فخير أخوك الصغير تو دوموند بيسألك أو أين tu vas تذهب pour faire لكي نمارس une promenade لكي نعمل نزهة أو خروجة. النزهة والخروجة دايما فين؟ في الحديقة، هتبقى au park في الحديقة. tu fais أنت بتعمل دي ديسان أو بتمارس الرسومات. tu parles أنت بتتكلم de ton souhait يعني أمنيتك. qu'est-ce que tu dis أنت هتقول إيه؟ هتقول أنا أحب أو أتمنى أن أنا أكون إيه؟ رسام. تبقى جيم إتر أنا أحب أن أكون إتر يكون ديسيناتور رسام. تو دوموند أنت بتسأل ton copain زميلك ce qu'il fait ce qu'il fait يعني ماذا هو في يعمل في الويك إند. qu'est-ce qu'il dit هو هيقول إيه؟ أنت بتسأله أنت بتعمل في الويك إند، هو هيقول ما ينفعش الأولى لأن الأولى أنا بحب أو بعشق الويك إند. سي بيقول لك صديقي بيستريح في المنزل. ب يوم الجمعة بيكون الويك إند، طبعا كل ده غلط. الإجابة الوحيدة اللي تنفع جو في أو كلوب أنا أذهب إلى النادي. ان كوبان تو دوموند بيسألك كي يعني من في لي كرواسون، مين بيعمل كرواسون؟ اللي قلته الكرواسون على طول من غير ما نكمل هو مين؟ الخباز. هتبقى سي لو بولونجي، سي لو بولونجي اللي هو الخباز. تمام قوي. وكده احنا خلصنا حصتنا بكل بساطة. انا ما كنتش هديك الايميل والموضوع، بس هديهم لك مع تكملة الحصة عشان انت خدت الدرس كله في حصة واحدة عشان هو خفيف. والمرة الجاية هحل لك امتحان الدرس التالت وامتحان الوحدة كاملة. يلا بينا. بكل بساطة سالو اهلا تقول له سالو. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que ton père fait ماذا والدك يعمل؟ تقول له mon père est docteur، والدي بيكون دكتور. quelle est ما يكون la nature de son travail، quelle est ما يكون la nature طبيعة de son travail ما يكون طبيعة عمله. travail يعني العمل أو الشغل. هو دكتور يبقى كده هو بيعالج المرضى، هتبقى il soigne les malades هو يعالج المرضى. وأين il travaille أين هو travaille يعمل. il fait هو يعمل dans un hôpital هو شغال في مستشفى. يبقى عيد تاني. ماذا والدك يعمل؟ هتقول له والدي بيكون مدرس بيكون دكتور. mon père est docteur بيكون دكتور، هو بيعالج المرضى وشغال في مستشفى. طيب السؤال ده جميل. parle تكلم de tes activités عن أنشطتك pendant أثناء أو خلال une semaine أسبوع دو فاكونس سومين يعني أسبوع دو فاكونس أسبوع من الأجازة. استخدم كلمة فيلو عجلة أو دراجة بعد كده كلمة بيسين حمام سباحة. أنا هقول لك بكل بساطة أنت هتكتب أيام الأسبوع كلها وكل يوم تقول إيه حاجة. أنا أذهب النادي مثلا النهاردة، بكرة أنا رايح السينما، النهاردة أنا بمارس التنس، بكرة بمارس الرياضة. يعني هتقول في كل يوم من الأيام نشاط أو حاجة بتعملها. فوندرودي يعني يوم الجمعة je vais au club أنا أذهب إلى النادي. samedi السبت je vais à la piscine أنا أذهب إلى البيسين. وكده أنت استخدمت كلمة البيسين حمام السباحة. dimanche الحد je fais أنا أمارس du football أمارس كرة القدم. طيب lundi يوم الاثنين تعال نستخدم كلمة فيلو تبقى je fais du vélo أنا أمارس ركوب العجل، أنا أمارس العجل أو الدراجات.
حط بقى التلات والأربع مع بعض، ماردي et mercredi، التلات والأربع، تبقى je vais au cinéma، أنا أذهب إلى السينما، أذهب إلى السينما. تمام. jeudi يوم الخميس je vais à la patinoire، patinoire اللي هي ساحة التزلج، pour faire اللي جاي أمارس du patin اللي جاي أمارس الباتين اللي هو التزلج. كنت ممكن برضو تقف عند كلمة patinoire، أنا أذهب إلى الباتينوار، لأنه اتكلم عن جدول مواعيدك في 7 أيام، يعني كل يوم تقول أنا رايح في الحتة الفلانية، بعمل حاجة فلانية، بمارس نشاط فلاني. تمام. حتى وقت الحصة رغم إن إحنا خدنا الدرس كامل مش هتلاقيه طويل إن شاء الله. والتوفيق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.